はーい、皆さんこんにちは。ティニュースのマリアモでございます。よろしくお願いいたします。طيب، تعال احكي لكم عن احد اهم ايفنتات فضفضة اللي حصلت في يوم 12 اغسطس. واحد من اهم رواد مجال اللغة اليابانية في مصر والشرق الاوسط وهو عصام حمزة سensei، الاستاذ بقسم اللغة اليابانية جامعة القاهرة، والرئيس السابق للقسم والعميد السابق لكلية اللغات والترجمة لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. الجدير بالذكر أيضا إن الدكتور من أوائل الدارسي اللغة اليابانية في مصر والشرق الأوسط منذ عام 1974. في الواقع في أسئلة كتيرة قوي تسألها السنسي، بس الجينيوس مش هتبخل عليكم يا جماعة. احنا هنشارك معاكم بعض من الأسئلة اللي تسألها السنسي، وكملوا عشان تعرفوا الإجابة الكاملة. نقرا السكريبت القديم، يعني لان احنا دلوقتي متعودين على الحاجات المطبوعه، فلما بنشوف حاجه مكتوبه بخط الايد او بريشه او كده بيبقى صعب ان احنا نقراها. فازاي نتعود ان احنا نشوف حاجات من دي لا ونقراها؟ ما تعوديش، ده في قواميس خاصه للكتابه بالريشه. يعني انا زمان زي ما قلت لك ان انا كنت بشوف حاجات مكتوبه من القرن 17 و 18 بخط اليد اللي هي تك 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 اللي هي تسيزولي جنب. فاكتشفت ان في قواميس الريشه كده ولا كده الاول، وبعدين تمشي وراها عشان تطلعي الكلمه. بالنسبه للكانجي، يعني انا ما اعرفش انت بتشوفي كانجي قديم ازاي؟ يعني فين؟ يعني مثلا لو شفت مخطوطات مثلا او جت قدامي صوره وانا بدور على موضوع معين، بيبقى صوره مثلا من ويكيبيديا للكتابه القديمه. الاشعار الصينيه، اشعار مثلا يابانيه قديمه. لا الواكا والتانكا والكلام ده اللي هو ياباني. الصيني ده قصه ثانيه، الصيني من 5000 سنه هم عارفين الكتابه من زمان وعندهم شعراء مشهورين جدا. انا افضل انك تجيب الكتب المطبوعه الشعر الياباني وتشوف التيمه الموجوده وتقارني هتطلعيها احسن، لان بيبقى مكتوب تحت اسم الايه؟ الشاعر، مش كده؟ او الفصل الالفي او الحاجات دي، فدي كلها اللي كانت يعني مؤشرات انك تقدري توصلي للجزء. بالنسبه للكنزي، انت بتكتب عربي كويس؟ خطك حلو؟ يبقى خطك حلو في الكنزي. اهم حاجه في الكنزي السيمتريه، وابدا فين وانتهي فين. يعني هو بيبدا الشمال اليمين، مش اعمله كده وخلاص، لا. حريصين حتى اللي بيدرس بيحاول بقدر الامكان ان هو يحبب الناس في الكانجي بجد. بس احنا المشكله لما بنتعامل معظمنا بنتعامل بالكيتا دايما بالاسمه بالباسكون والحاجات دي. فاحنا حتى الكانجي انا لما بشوفه ببقى فاكره، انما لما اجي اكتبه في حاجات كتيره ممكن ان هي تسقط مني. مش انت بس، اليابانيين كمان بيكتبوا ياباني صح. والله ليه بقى؟ هو متعود على الكيبورد، متعود على الكريتاي يسموه ده والكلام ده كله، فده بتحل له المشكله. هو بيختار بس الكانجي الصح. احنا ممكن نختار الكانجي الغلط، مش كده؟ مش عارفين انهي. هو بيختار الكانجي الصح، لكن لما تقول له طب اكتب ما نضطك. بالظبط. فالاجهزه الحديثه بوظت مهارات الكتابه. حتى احنا في اللغه العربيه كمان انا خدت ده وحش. وللأسف وصلنا لنهاية الفلوج. نحب نشكر السنسي على وقته الثمين، ونتمنى مستقبلا يكون في فرصة تانية لعديد من اللقاءات فضفضة في كل ما يخص اليابان. جا ماتانه.